ازيكم؟ عاملين ايه؟ لو عندك لفة جلاش قديمة ومتقطعة ومش عارفة تعملي بيها ايه، تعالي نعملها بالطريقة دي وبحشوة بسيطة وطريقة سهلة ولذيذة جدا وهتعجبك قوي. ولما تعجبك طريقتي اعملي لايك وشير واشتراك في القناة بتاعتي. ويلا نبدأ. اولا هنبدأ بالصوص اللي هنسقيه للجلاش او التشريبة. كوباية لبن مع بيضة واحدة مع ملح وفلفل اسود بسيط خالص، رشة ملح ورشة فلفل اسود، لان طبعا احنا هنستخدم جبن وهنستخدم بسطرمة. معلقتين زبادي كبار، نص معلقة بيكنج باودر، نص كوباية سمنة على زيت أو زيت بس اللي يريحك. هنقلب بقى كل المكونات دي مع بعض بالمضرب اليدوي كده لحد كله ما يدوب في بعض، ما يبقاش فيه أي حاجة متكتلة. ادي ورقة الجلاش اللي عندنا أو لفة الجلاش، زي ما بقولك قديمة أهي ومتقطعة. هتقسميها نصين وهتاخدي كل نص لوحده، هتقطعيه بالطريقة دي وبعدين تحطيه في حاجة وتبدأي تفرديه بعيد عن بعضه كده، تفروليه يعني بعيد عن بعضه، كل نص لوحده. بعد كده الصينية اللي هنستخدمها مقاس 28، حطيت فيها معلقة سمنة أو حطي معلقة زيت اللي يريحك. دهنتها بالفرشة كده كويس من تحت ومن الجناب. والفرن دلوقتي مسخنينه على أعلى درجة حرارة. لما ندخل الصينية هنظبط الفرن على درجة حرارة 220، هنسخنه الأول كويس قوي وهنحطها على الرف الوسطاني. أخدت حوالي 30 دقيقة وخمس دقايق الشواية. حطيت بقى نص الجلاش الأولاني أهو وفردته كده في الصينية كويس، وبعدين سقيته بنص الصوص اللي عملناه، النص كده وتضغطي بالمعلقة. حطيت فلفل ألوان أصفر وأخضر الموجود عندي، وبعدين حطيت زيتون. وتاخدي بالك ان الزيتون طبعا حادق فتنقعيه في الميه ساعه الاول عشان الملح. وبعد كده حطيت جبنه رومي، تاخدي بالك برضو ان هي ما تكونش قديمه قوي عشان ما تبقاش حادقه قوي. والبسطرمه، طبعا البسطرمه استبدليها باللانشون، استبدليها بسلامي، اعملي اي حشوه تحبيها. بعد كده حطيت نص الجلاش التاني وتسويه بايدك كده، وبعدين تسقيه بباقي اللبن والباقي المكونات اللي عندنا. احنا سقينا النص الاولاني للنص الاولاني من الجلاش، ونص التشريبه التانية للنص التاني من فوق كده. وتضغطي بقى بالمعلقه تسوي كده الصينيه من فوق، وتضمني ان الصوص ده نزل لتحت. بعد كده هنغطي الصينيه بالجبن. حطي نوع الجبنه اللي يعجبك، موتزاريلا او تشيدر. انا دايما بحب استعمل ميكس شيدر على موتزاريلا. اخر حاجه حطيتها حبه البركه بتزيين كده للصينيه من فوق، بتدي شكل حلو طبعا مفيده. دخل بقى الفرن نص ساعه زي ما بقولك، 5 دقايق في الشوايه، وطلعت بالجمال ده. هنطلعها بقى كده علشان نقدمها، وبعدين قطعتها تقطيعه البيتزا بالقطاعه اللي هي بتاعه البيتزا كده، وتقطعيها على 8 بالشكل ده. طالعه بقى مقرمشه قوي من فوق ومن تحت، ومن جوه بقى مورقه وطريه كده، حلوه قوي. وطبعا ما قعدناش بقى نفرد ورقه ورقه ونحط سمنه في النص وكده. الطريقه دي اسهل بكتير واسرع. ولو تحبي بقى تغيري نوع الحشوه زي ما تحبي. ولو عجبتك النهارده طريقتي اعملي لايك وشير واشتراك في القناه بتاعتي. وباي باي.